فرانسيس باتريك رجل أرمل من أصل بولوني ولا مليونير من بعد ما جا لفرنسا وخدم على راسو حتى طلع في مجال البناء. دابا ساكن في موناكو وعنده جوج ولاد، فيليب والكسندر، وبنت سميتها ستيلا. حتى واحد فيهم ما خدام، كيعيشوا غير من فلوس باباهم، وزيد على هادشي مخنتين بزاف. الكسندر كيتغيب من المدرسه باش يبقى مع العيال صغار وكبار ما شغلوش. ستيلا كتضيع النهار كامل في الشوبين، وفيليب كيجيب افكار غبيه ديال المشاريع وما كيكملش المهام اللي كيعطيه الاب ديالو حيت كيفضل يعطيها للصهير، وكلهم كيتعاملوا خايب مع الخدامه اللي عندهم. واحد النهار فيليب مشى عند باباه للبيرو ديالو واقترح عليه فكره غبيه. بغى يصاوب مشروع ديال ان الناس يلبسوا الصبابط والسبريديلات جداد قبل ما يتباعوا باش يكونوا رطبين بالنسبه للناس اللي غيشريوهم من بعد. فرانسيس اللي ما كيقدرش يخسر لولادو من بعد ما مات مراته قال ليه بلي غادي يفكر في الفكره، ولكن صاحبه الروح بالروح اللي سميتو فريتشيو وخدام معاه قال ليه بلي هذه الفكره غبيه بزاف. فيليب مشى بعد ما عطاه فرانسيس واحد الصخره يوصلها للشركه، وفريتشيو تخاصم مع الاب حيت ما كيزيرش ولادو. قال لي ان العذر ديال المهم ما بقاش خدام حيت دابا داز 15 عام على الموت ديالها وولادو كبروا. في القصر ديالهم الحفله ديال عيد ميلاد ستيلا كانت غتبدا. صاحبها الارجنتيني المعكاز خوان كارلوس كان كيعاود للضياف قصص على بلادو وكيقول لهم باللي كيبغي ستيلا. هي كانت معصبه حيت ما لقاتش العصير، مشات للكوزينه باش تغوت على الشيف، ولكن جا عندها ماتيا اللي هو واحد صديق ديالها قديم ودابا خدام مع الشركه اللي موفره لهم الماكله، وقال لها باللي هي فرحانه وغتكون فرحانه حيت غتشوفو خدام عندها الليل كامل. فرانسيس دوز شويه ديال الوقت في البيرو ديالو كيهضر مع التصويره د مرتو وكيسولها على الغلط اللي دار في التربيه ديال الولاد. دخلت عليه مارغريت واللي هي خدامه في الدار، قالت ليه بانهم كتاب وهادشي خلاه يتعصب عليها بزاف. خرج من البيرو ديالو غير ملي سمع صداع برا، خرج وشاف خوان كارلوس كيحاول يحل قرعه الشامبانيا قديمه وغاليه، ولكن بغى يحلها بالكرات ديال الجولف اللي كيضرب. ما صدقات ليش وكيقول بان المشكل في السرباي اللي كان شاد القرعه حيت كيتحرك. من بعد هو وستيلا طلبوا يهضروا مع فرانسيس على انفراد. دخل معاهم للبيرو وهو كينقي السلاح ديالو. فرانسيس ما كيعجبوش خوان كارلوس نهائيا وقالها ليه في وجهه، خصوصا ملي سمع بلي باغي يتزوج ستيلا وغادي يعيش من الفلوس د فرانسيس ماشي الفلوس اللي كيقول عنده في الارجنتين. ستيلا تعصبات وقالت ليه بانه ديما كان غايب عليهم كأب، وبلي هي ما كتطلبش الموافقه ديالو غير كتعلمو. من بعد هاد الهضره هي وخوان كارلوس خرجوا باش يرجعوا للحفله. ستيلا علنات على الخطوبه ديالها قدام الناس كاملين اللي خلات صاحبتها العزيزه تقلق. في هذا الوقت فرانسيس جات واحد لابيل من فريتشيو اللي قال ليه بلي الشكوك ديالو صحيحه. فيليب ما دارش المهام اللي كلفوا بها، بلاص ما يدير داكشي اللي طلبوا منه مشى كيحتفل، وهذا الشيء بالدليل حيت كان حط واحد الفيديو في السوشيال ميديا. ديك اللحظه جا مدير المدرسه ديال الكسندر للدار وهو معصب حيت ماشي غير كيغيب على القسم ولكن نعس ليه مع مرته. الكسندر بان من فوق الدروج ومع بنات المدير، وهذا الشيء كيبين بلي كينعس معاهم حتى هما. المدير قال لفرانسيس بانه ندم بزاف حيت قبل ولده في المدرسه، خصوصا ان المدارس الاخرى كامله رفضاته. ومن بعد بدا كيجري من مورا الكسندر في الدار. فرانسيس شاف ولادو كيديروا المشاكل مع بعضياتهم وما قدرش يتحمل، التوتر ديالو زاد وجاتو ازمه قلبيه. من بعد فرانسيس فاق في السبيطار ولقى فيريتشيو جالس جنبه، وولادو حتى هما جاو، ولكن بدل ما يهتموا بالصحه د باباهم بداو كيتخاصموا على التفاهات اللي خلى دقات القلب ديال فرانسيس تزاد. فيريتشيو خرجهم كاملين وسولهم واش كانت ماما غتكون فخوره بهم كون كانت مازال عايشه. شهرين من بعد الخوت بثلاثه جاو للدار طالع عليهم الدم وبغاو يشوفوا باباهم من بعد ما لقاو لي كارت البنكه والتليفونات مبلوكيين والويفي حتى هو مقطوع في الدار. ديك اللحظه دخلوا البوليس وبداو كيحاصروا الدار وكيحجزوا على الطوموبيلات ديالهم وقالوا لهم بلي عندهم امر تفتيش. فرانسيس خرج في ديك اللحظه هز السلاح ديالو وقال لولادو يتبعوه باش يهربوا من الدار. ملي وصلوا للطريق وقف واحد الطوموبيل بالسيف، هددوا لها بالسلاح وخداو ليه الطوموبيل باش يهربوا، ولكن غير خرجوا من تما بان فيريتشي وحده السيد اللي سرقوا ليه الطوموبيل وعطاه الفلوس على الخدمه ديالو. ملي كانوا في الطريق لمارسيليا فين غادي يكونوا امنين، فرانسيس شرح لهم انه وقع واحد المشكل في الشركه وشي فلوس ما عرفوهمش فين دازوا والحسابات ديالهم في البنكات بلوكاو، ودابا البوليس كيقلبوا عليهم بتهمه النصب. المتهم الاول هو فيريتشيو اللي كان غبر النهار اللي من قبل. فرانسيس قال لهم ما يتكلموا مع حتى شي واحد حتى يتحل هذا المشكل، وباش يتفادى انهم ما يكونوش مراقبين خدا لهم التليفونات ورماهم في الطريق. ملي وصلوا لمارسيليا تصدموا الخوت من الحياه البسيطه اللي كتعيش فيها الطبقه المتوسطه والفقيره، وكرهوا باهم ملي داوهم للدار اللي غادي يسكنوا فيها، الدار اللي كان كبر فيها هو صغير. البولات ديال الضو اللي فيها ما خدامينش وغادي يضطروا يتشاركوا نفس السرير اللي غيكفيهم بثلاثه. في العشاء وهما كياكلوا خبز مقلي فرانسيس قال لهم بلي خاصهم يقلبوا على خدمه باش يعيشوا. الغد ليه فرانسيس فيقوا مع 6 ديال الصباح باش ينوضوا يقلبوا على خدمه، وهو بقى في الدار كيصلح داكشي اللي خاسر فيها حيت الا خرج غادي يتعرفوا عليه البوليس. قال لهم بما انه كبرهم ووكلهم دابا الدور ديالهم باش يردوا ليه الجميل باش يوجدوا راسهم من الخروج. كانت مهمه صعيبه، الماء اللي خارج من الروبيني موسخ ولافا بوحده الطواليت وما كاين حتى باب بيناتهم. ستيلا رشات الريحه على راسها بلا ما تغسل، وكتشوف فيليب هو كيستعمل الطواليت وكيعاني حيت ما عندوش بابي جينيك. الكسندر مشى جرب حظو في واحد البلاصه ديال البني، ولكن من بعد ما سرق الماكله للخدامه جراو عليه وقالوا ليه بلي خاصو يهضر مع الشاف الا بغى يخدم. ستيلا كانت خدات التليفون من شي راجل في الزنقه وضد الرغبه ديال باباها عيطت لخوان كارلوس وقالت ليه بلي هي في كونجي مع العائله ديالها وخدمت السولد كامل ديال الراجل اللي عطاها التليفون.
فيليب مشى عند واحد صاحبه اللي ديما كان كيدعمو في الافكار ديالو باش يطلب منه الفلوس يمول بها فكره جديده، ولكن صاحبه اخيرا اعترف ليه بلي كاع الافكار اللي كانت كتجيه كانت غبيه، وكان كيتفق معاه غير باش يبقى يمشي معاه للحفلات. من بعد فيليب والكسندر رجعوا للدار بلا خدمه. نفس الشيء بالنسبه لستيلا، ولكن هي رجعت هزه بزاف ديال الحوايج معاها. كانت بعد الساعه ديال فيليب وشرات بها داكشي كامل، ولكن بدل ما تشري الماكله شرات الحوايج. بداو الخوت كيتغاوتوا، وباش ينتقم منها فيليب خوا ليها الصابون على الحوايج الجداد ديالها. الغوات ديالهم تقطع ملي مارغريت وماتيا وصلوا. ستيلا كانت عيطات ليهم من قبل. مارغريت جابت ليهم فوطه وشي حوايج، وماتيا قال ستيلا بلي تقدر تجي الريستو اللي خدام فيه باش دوز مقابله عمل الا بغات تخدم تما. مارغريت حاولت تعطيهم شويه ديال الفلوس اللي كانت جمعات، ولكن فرانسيس رفض ياخذهم وقال ليها تمشي من بعد ما وعدته باللي ما غادي تقول حتى واحد حتى شي حاجه على هذه الوضعيه. النهار اللي من بعد ستيلا مشات للريستو وقبلوا يجربوا كيفاش دايره الخدمه ديالها. لقات صعوبه في الاول حيت ما عرفاش تهز الصينيه وكطيح الحوايج بلا ما تقصد، ولكن قبلت تغسل الماعن وتعاون بلا ما تبقى تشكى. ولكن الكليان دوخوها وخدات شويه ديال الوقت باش تحفظ رقم الطبالي وتعرف السيستيم كيفاش غادي. في هذا الوقت فيليب مشى لواحد لاجونس ديال الخدمه. الموظفه تصدمات ملي عرفت بلي ما عنده لا خبره ولا شواهد، واخا هكا كيقلب على مصيف في الاداره العليا بصالير كبير اوتوموبيل ديال الشركه، وبغى يبقى يتخلص كاش حيت عنده مشكل مع البوليس. من بعد ما هضرت معاه باش ينقسم التوقعات ديالو عطاتو خدمه كشيفور بالبيكالا، ولكن الخدمه كانت صعيبه عليه بسبب الوزن الزائد ديالو، وبما انه ثقيل بزاف في السوقان الكليان كاملين كان كيشدهم المنافس ديالو سميتو مالك. فريتشيو زار فرانسيس من بعد وجاب معاه شراب ونوع ديال الحوت غالي. فرانسيس في الاول رفض ياكل بوحدو حيت بقاو فيه ولادو، ولكن ما قدرش يقاوم وبدا كيتمتع بالماكله. ملي فرانسيس ذكر بانه غادي يبقى مشغول يصلح الدار، فيريتشيو بدا كيشك واش بصح هادشي يديرو غير على خاطر ولادو. على غفله سمعوا صداع جاي من وسط الدار والسلاح باش يشوفوا شنو كاين، ولكن اكتشفوا ان الكسندر بدل ما يخرج يقلب على خدمه بقى في الدار ناعس النهار كامل. فرانسيس دغيا جرى على فريتشيو وحاول يغسل الماعن قبل ما يشوفهم ولدو، ولكن كان فات الفوت. الكسندر لقى الحوت وبذكاء فرانسيس كذب عليه وقال ليه باللي صيدوه. في العشيه ذاك النهار فيليب وستيلا جابوا معاهم شويه ديال الفلوس، وفرانسيس قسمهم على داكشي اللي غادي يمشي للماكله وداكشي اللي غادي يصلحوا به الدار. ولكن ملي عرفوا ان الحاجه الوحيده اللي دارها الكسندر هي انه كان ناعس النهار كامل تعصبوا وما قسموش معاه العشاء. الكسندر قال لهم بلي ما محتاجش ليهم ومشى كيقلب على البلوط التفاح والتوت في الغابه اللي حدا الدار، ولكن داكشي اللي كلا كامل مرضو. من بعد فرانسيس قال الكسندر انه يقدر يشد شويه ديال الفلوس الى عاونو يصلح الدار. الكسندر سول فرانسيس علاش ما باعش الدار ملي ما كانوش كيستعملوها. جاوبو قال ليه بلي عندها قيمه عاطفيه. في الريستو ستيلا دبزت مع واحد الكليان حيت الطبق ديالو كان ناقص واحد المكون. تعصبت بزاف وملي كانت غاديه تجيب داكشي اللي خصو بدات كتفكر انها تخرج من الخدمه، ولكن ماتياس قال لها بانها دائما كانت كتعامل مع السربايه بنفس الطريقه وما خصهاش تفاجئ ملي تلقى نفس المعامله. ستيلا تعلمت تشوف الواقع بعين جديده وقررت تبقى متواضعه، وماتياس وراها كيفاش كينتقموا من الكليان اللي ما كيحترمهمش. من بعد ستيلا بدات كتخدم من نيتها، كتنقي الارض وكتغسل الماعن فوق ما قالوها ليها. في العشيه ذاك النهار من بعد ما كلاو بداو الخوت كيدابزوا على شكون اللي غادي يغسل الماعن. فيليب بلا ما يقصد قال بلي ستيلا كان عندها مشكل في التغذيه. فرانسيس تصدم وسول علاش ما جاتش عنده باش يعاونها. الاخوه جاوبوه وقالوا لي بانه دائما كان غايب كأب، وذكروه في كل الاحداث اللي فاتوا حيت كان ديما مشغول بالخدمه. ستيلا كانت كتخلي راسها تقيا الماكله لمده عام كامل حتى نقصت 10 كيلو. الكسندر بات في الحبس واحد الليله ملي البوليس لقاو عنده الحشيش، وفيليب بقى 2 سيمانات في السبيطار بسبب المصرانه الزايده. فرانسيس ما زاروش حيت كانت عنده خدمه في اليابان وما بغاش يلغي الرحله ديالو، وكلهم عارفين بان الام ديالهم كانت غتلغي الرحله كون كانت عايشه. فرانسيس حس براسو بحال الا كاين في محكمه وخرج من البيت وقال لهم باللي ما خاصهمش يلوموه على المشاكل ديالهم. من بعد فيليب قهرو مالك اللي ديما كان كيسرق ليه الكليان وهضر معاه على هذه القضيه. في الاول بداو كيشدوا في بعضياتهم وكانوا غادي يتضاربوا، ولكن بسرعه كيشاركوا مع بعضياتهم الحب ديالهم للسبرديلات الغاليه ولاو صحاب. في الدار الكسندر صلح الدوش وفرانسيس بقى مصدوم. ملي سولو كيفاش عرف يصاوبوا الكسندر قال ليه انه ملي كان في الليسي هو وصحابو كانوا باغيين يدخلوا الماء الصرف الصحي للدوش ديال المدير، وبسبب هادشي جلس شهرين وهو كيتعلم من الانترنت كيفاش يولي بلومبي. في موناكو خوان كارلوس كان ناعس مع اعز صديقه ديال ستيلا واللي عاودت ليه على مشاكل الفلوس اللي كتعاني منها العائله والشخص اللي من مورا هاد المشاكل. خوان كارلوس لقى هادشي مشبوه فيه حيت شاف فيريتشيو كان كيلعب الجولف يومين من قبل وقرر انه يحقق في الامر. في العشيه فرانسيس اعتذر من ولادو وشرح لهم شحال كان صعيب عليه انه يكون الاب والام في نفس الوقت، وقال لهم انه خبى المرض ديال الام باش يحميهم. الاخوه سحب لهم ان فرانسيس كيشوفهم خنتين واغبياء، ولكن فرانسيس قال لهم انه كيفتخر بهم دابا. كانوا دوزوا ليله زوينه تحت النجوم كيشربوا وكيشاركوا قصص قديمه من الطفوله ديالهم. العائله بدات كتعود على الحياه الجديده، كيعاونوا بعضياتهم في الاشغال وكيصلحوا الدار وكلهم كيستمتعوا بالوقت اللي كيدوزوه مع بعضياتهم. ستيلا ولات مصاحبه مع السيد اللي خدام معاه في الريستو، ومالك ولا كيعاون فيليب بشويه النصائح باش يحسن الخدمه ديالو كطاكسي بالبيكالا.
بجوجهم بداو كيديروا فلوس من الكوليكسيون ديال الصبابط اللي عند مالك. فيريتشيو عيط لفرانسيس وقال ليه بلي خاصو يوقف هذه المسرحيه حيت خوان كارلوس بدا كيتجسس عليه، ولكن كان فات الفوت. خوان كارلوس وصل للدار ساعات من بعد وقال لهم بلي عاقب الكذبه ديال فرانسيس ملي كان كيراقب فيريتشيو. فرانسيس عرض عليه يعطيه اي مبلغ باش يمشي بحاله، ولكن خوان كارلوس رفض وقال ليه انه باغي غير يعاون. ملي جاو الوليدات قال لهم خوان كارلوس انه باع الممتلكات ديالو في الارجنتين باش يخلص الديون ديال العائله، ودابا عندهم الحق يرجعوا الحسابات ديالهم ويرجعوا للدار الكبيره ديالهم. فرانسيس اللي ما بغاش ولادو يعرفوا انه كذب عليهم باش يلقنهم درس، مشى معاه في داك السيناريو ووافق انه يرجع لموناكو. ملي كانوا راجعين للدار خوان كارلوس قال بلي دابا يقدر يتزوج بستيلا. هي قبلات واخا كانت متردده هاد المره. النهار اللي من بعد في الفطور فرانسيس قال لمارغريت انه حاس براسو مذنب وخايف ان ستيلا تزوج بواحد ما كيسواش بحال خوان كارلوس. مارغريت نصحاتو باش يقول الحقيقه. من بعد فاش سول فيريتشيو على الموضوع صاحبو كان متفق معاه، وفرانسيس قرر يهضر مع ولادو. خوان كارلوس اللي عارف بلي فرانسيس يقدر يفضحو قرر ياخذ ستيلا ويتزوج بها بالسر. ستيلا ما عجبهاش الحال، ولكن خوان كارلوس وعده انهم يقدروا يديروا حفله كبيره من بعد. ملي وصلوا للبلديه ديال المدينه فرانسيس عيط لستيلا، ولكن خوان كارلوس شد التليفون ودار راسو كيهضر مع فرانسيس عادي، ولكن في الحقيقه كان كيسبو وقطع عليه وقال ستيلا ان باباها موافق على الزواج ديالهم. في هذا الوقت فرانسيس شد ولادو بجوج وخرجوا كيجريو باش يوقفوا الزواج. اللي كيزوجهم هو نائب العمده والمشكل ديالو ما كيهضرش، وداك الشيء علاش الامور غاديه ثقيل. فاش بداو الاجراءات ستيلا اكتشفت ان الاسم الحقيقي ديال خوان كارلوس هو كيفن لو بوتر. عطاها عذر ان باباه كان لاجئ وبدل الاسم ديالو، وباقي كيحاول يقنعها باش تبقى معاه حتى دخلت العائله وقطع الزواج. فرانسيس قال لي انا خوان كارلوس باغي الفلوس ديالها، والقصه ديال بيع الممتلكات باش ينقذهم كانت غير كذوب. اعترف لهم ان العائله ما كانش مشكل وكل شيء كان كذبه منه باش يعطيهم درس. حتى البوليس اللي كانوا شافوهم داك النهار كانوا غير ممثلين. ستيلا رفقات خوان كارلوس وخرجت مع خوتها وكلهم قرروا ما يبقاوش يهضروا مع الاب ديالهم. 9 شهور من بعد فرانسيس ما سمع حتى اخبار من عند ولادو من غير شيكات اللي كيصيفطوا ليه كل شهر، حيت كانوا ساكنين في الدار القديمه ديالو، ولكن ما صرف حتى شيك منهم، كان غير كيجمعوا. من بعد واحد الاجتماع مع الكليان فريتشيو دار راسو غلط في الطريق ودخل الطريق اللي كتوصل للدار القديمه ديال فرانسيس. كان جاب معاه الورد باش يعطيه لستيلا حيت كان عندها عيد ميلاد. في الدار الخوت كلهم غاديين مزيان في حياتهم. فيليبو مالك كيديروا فلوس من مشروع ديال السبرديلات، الكسندر خدام بلومبي، وستيلا وماتيا غادي يحلوا ريستو ديالهم. ولكن ملي دخل فرانسيس الجو تبدل وكل شيء ولا ساك. فرانسيس عطى الورد لستيلا وقال لها المره الاخيره انه ندمان بزاف وخرج، وتحسوا بالذنب وقرروا انهم يسامحوه. عيطوا ليه باش يرجع يدوز معاهم الحفله ويكونوا عائله مره اخرى. وهذه كانت النهايه ديال القصه ديالنا. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك شير ونتشوفوا في الفيلم الجاي ان شاء الله.